السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الروتين بتاعنا النهاردة يا بنات في المطبخ هنعمل مع بعض شوية دوناتس كده. تشوفي الطريقة هنعملها ازاي، وهنعمل كده برضو الغدا مع بعض. اول حاجة قلت هبدأ بيها هي الدوناتس. جبت عندي 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كده رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وكيس من الخميرة، يعني حوالي معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية، وكمان معايا ربع كوباية من السكر، ومعايا كيس من اللبن النيدو او ربع كوباية، يعني هي المقدار ربع كوباية. هضيف كمان معايا هنا بيضتين، هضيف على كل بيضة كيس من الفانيليا، يعني كل بيضة بضيف عليها كيس من الفانيليا، وكمان معلقة كبيرة من الخل، دي عشان بس ايه زفرة البيض. بدي كده بس دي شوية تقليبة كده عشان كله يختلط مع بعض، وبعدين بنزل بالبيض وبديله برضو تقليبة. بضيف بقى هنا كوباية من المية الدافية، دافية يا بنات مش سخنة، عشان مش تسوي البيض معاكي كده وتخليه زفر، هو بس تبقى دافيه ان انت تقدري تلمسيها كده بايدك. هبدأ كده اعجن لحد لما الم العجينه، واخر حاجه هضيفها 4 معالق من الزبده او السمنه، اي حاجه متاحه عندك ضيفيها. انا هنا ضفت كانت سمنه بلدي، ضفت 4 معالق كبار، كنت مسيحاهم بس سبتهم بس كده ايه يبردوا معايا شويه. بعدين بدأت هنا بقى اعجن العجينه. هتلاقي بعد ما تحطي السمنه هتلاقي كده العجينه بدأت تتقطع كده معاكي، فعادي هي هتتلم تاني وهتشرب السمنة وهتبقى يعني ايه هتتلم معاكي وهترجع لطبيعتها تاني. بصوا هنا فضلت اعجن فيها حوالي ربع ساعة. اهم حاجة العجن ده، اهم حاجة العجن عشان احنا عايزين العجينة يبقى فيها عرق، عشان الدوناتس بتبقى ايه بتحتاج ان انت تعجنيها كتير. يعني من نجاح الدوناتس يا بنات ان احنا نعجنها كتير عشان تبقى فيها عرق كده، وكمان ما نزودش البيكنج باودر، يعني هي ربع معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، لو زودنا البيكنج باودر هتشرب زيت معانا ومش هتبقى حلوه. ولما نيجي نضيف الميه السخنه ما نضيفهاش سخنه يا بنات، تبقى دافيه معاكي، عشان لو حطيناها على البيض هيتسلق معاكي، فاهميني؟ يعني لو حطينا الميه سخنه في العجينه والعجينه فيها بيض البيض هيتسلق معاكي وهيعمل زفاره معاكي، فاحنا هنحطها دافيه، يعني دافيه ان انا اقدر المسها كده بايدي. تمام، واسيبها تخمر معايا، هغطيها كده بفوطه واسيبها تخمر معايا في مكان دافي. بصوا هنا بقى يا بنات كنت عندي شويه طماطم قربوا يبوظوا، فكملت عليهم، جبت كمان كميه طماطم تاني، وايه بدات اغسلها، حطيت في الميه هنا خل وبدات اغسلها. انا طبعا مسرعه الفيديو يا بنات، بس انا بغسلها كويس جدا كده واحده واحده، وبعدين ايه بحط في الميه خل. تمام، بعد بقى ما غسلتها كويس جدا. انا بقى ما باجي اعملها صلصه بحب يعني مش بصلصها كده هي لوحدها الطماطم بس، لا بحط معاها بصل، يعني كأني خلاص هطبخها كده، وبزودها كمان التوابل وكل حاجة. بشيلها جاهزة كده في الفريزر، بطلع الكيس بستخدمه على طول. فانا هنا كنت جايبه حوالي كيلو من البصل، انا بحب اكتر برضو فيها البصل كده. بدأت ان انا احطه في الكبة بتاعتي وبهفرمه معاكم. لما تيجي بقى تفرمي البصل او تقطعيه بايدك ما تقطعوش ناعم، يعني ما تخليش البصل كده يتعصر معاكي، لا يبقى ايه قطعة كده معاكي. بدأت هنا بقى جبت الحلة وحطيت كده كمية زيت حلوة كده، عشان طبعا الطماطم كتير والبصل كمان كتير. نزلت اول حاجة بالبصل كده، وبعدين سبت البصل ياخد لون كده معايا، ولحد ما اضرب يعني ايه كمية الطماطم. بدأت كده اعصر كمية الطماطم كلها. انا عادي بضيفها بالقشر عادي، يعني انا بضربها جامد في الخلاط، فما بيبقاش فيها قشر يعني كتير. اهم حاجة هنا بتحطي شوية السكر، وكمان ضفت ملح وفلفل اسمر، ما بضيفش اكتر من كده في الصلصة. ولما باجي بقى اطلعها من الفريزر ببقى حابة بقى ان انا ازود فيها بهارات او مثلا كزبرة، اي حاجة بقى ان انا بزودها معايا. بس كل البهارات اللي انا حطيتها عليها معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، وكمان ضفت الملح وكمان الفلفل الاسمر. سبتها بقى كده تتسبك معايا على البوتاجاز، وقلت يلا خليني اغسل المواعين كده عشان ما تتكومش معايا. فغسلت كده كمية المواعين اللي انا
اتوسخت يعني معايا. النهارده يا بنات غسلت كميه مواعين رهيبه، هتشوفوا معايا يعني. فبدات كده اغسل المواعين عشان الحوض عندي صغير، يعني لو انا كومت المواعين عليا هلاقي بقى في اخر اليوم كميه كبيره، فبعملهم اول باول كده. خلاص هنا بقى العجينه خمرت معايا. بص يا بنات العجينه كانت حلوه جدا، وبصي بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي. فبحط تحتها كده بس رشه من الدقيق وفوقيها رشه من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وبدأت افردها بالشكل ده. وجبت الصينيه حطيت عليها رشه دقيق عشان اقطع عليها الدونات احطها عليها عشان ما تلزقش يعني. انا هنا كنت مقطعاها بالقطعه الصغيره، يعني حجمها كان صغير مش كبير معايا. فلو انتي ما عندكيش القطعه دي تقدري باي كوبايه موجوده عندك وغطا ازازه وتعملي نفس الشكل. يعني تجيبي كده الكوبايه وتقطع وتعمليها وفي النص كده بغطا الازازه وتعملي اللي هي الجزء اللي في النص ده. هنا بقى بدأت ألم بقى العجينة اللي اتبقت معايا طبعا، وهعجنها تاني. طبعا مش هنرميها يعني ولا حاجة، هنلمها تاني، بس اهم حاجة تسيبيها ترتاح تاني. ولو جيتي تفرديها وما فردتش معاكي غطيها وسيبيها ترتاح وارجعي افرديها تاني. هقطع بقى باقي الكمية كده. ولو عايزة تعمليها بس مدورة بس كده من غير الفتحة اللي في النص دي تقدري تعمليها. اهم حاجة كمان يا بنات ان احنا نسيبها تخمر. امشي بس بالخطوات اللي انا قلت عليها وهتبقى ناجحة معاكي وجميلة ان شاء الله. يعني سيبناها اول مرة تخمر معانا نص ساعة بعد ما عجناها، وكمان لما قطعتيها هتسيبيها كمان تخمر حوالي نص ساعة كمان عشان تبقى خفيفة كده وهشة معاكي. لو قليتيها على طول بعد ما تقطعيها كده وقليتيها على طول هتبقى مكتومة معاكي ومش هتبقى حلوة يعني. هنا بقى خلاص الصلصة بتتسبك معايا. بصوا يا بنات تقلت ازاي، وهسيبها تاني هتتقل معايا تاني. في الوقت ده قلت استغل بقى الوقت كده وابدأ ان انا اقلي الدوناتس معايا. شايفين كمية الزيت اللي انا حطيتها في الاخر بعد ما اقلي كمية الدوناتس كلها هتلاقيها هي يعني هي كمية الزيت معايا. معنى كده ان الدوناتس ما شربتش زيت، وتعرفي انت تتأكدي ان النتيجة يعني كويسه معاكي ان هي ما شربتش زيت معاكي. لو الزيت دوت قل معاكي اعرفي ان الدوناتس الوصفه مش ناجحه معاكي. بصوا هنا بدات اقلبها يا بنات، قصدي اقليها يا بنات، فما بتاخدش وقت خالص، يعني اقل من ثواني كده هتلاقيها خدت اللون معاكي. حتى كمان الكور الصغيره دي عملتها عامله زي الزلابيه كده، بحط عليها سكر بودرة او شوكولاتة وبتبقى حلوة قوي. هنا بقى كنت خلصت الكمية وبوريكم الزيت زي ما هو. والله يا بنات نفس كمية الزيت اللي انا حطيتها في الاول هي كده. اعرفي ان نتيجة الدونتس بتاعك ناجحة ومشربتش الزيت معاكي، تعرفي ان هي الوصفة ناجحة معاكي. بص عاملة ازاي خفيفة وهشة كده وجميلة. هنا بقى بدأت ان انا اصيح الشوكولاتة. كنت جايبة شوكولاتة سما وكنت جايبة دريم. بصراحة يا بنات دريم وحشة جدا، ما عجبتنيش اللي هي البيضة دي، انا بستخدم على طول سما. بس ما كنتش لاقيه منها البيضة فجبت دريم. بدأت كده حطيت على الشوكولاتة معلقة لبن، ما تكتريش لبن فيها عشان مش تبقى سايلة معاكي، هي بس معلقة على كل كمية الشوكولاتة، معلقة هنا ومعلقة هنا. هنا سيحتها على بخار مائي، قصدي حمام مائي. وبعدين بدأت كده ان انا احط على حبات الدوناتس. اتبقى عندي بقى شوية شوكولاتة بيضة على شوكولاتة غامقة، فحطيتهم على بعض وعملوا معايا اللي هو اللون الفاتح ده، يعني الشوكولاتة بقى لونها فاتح شوية. وخلاص زينتها بقى بالسبرينكل او اي حاجة موجودة عندك. واخر كمية شوكولاتة كده حطيت فيها الكور الصغيرة ديت وبقت عليها صوص شوكولاتة خفيف كده. ولو انتي حابة ترشي عليها مثلا سكر بودرة او قرفة اللي انتي تحبيه، يعني لو انتي ما عندكيش شوكولاتة وكده. بصوا يا بنات اكتبي الوصفة، والله طريقتها سهلة جدا. 4 كوبايات دقيق على رشة ملح ورشة بيكنج باودر، ربع كوباية سكر، ربع كوباية لبن بودرة، حطيت كمان بيضتين عليهم كيسين فانيليا ومعلقة خل. واخر حاجة كده وانتي بتعجنيها تحطي ال4 معالق من السمنة. طريقة جميلة جدا واكتبيها واعملي الوصفة وان شاء الله هتعجبك. بس امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها وان شاء الله هتنجح معاكي. اهم حاجة سيبها تخمر كويس جدا وتغطي العجينة، لو ما غطيتيش العجينة هتشقق معاكي كده وهتبوظ معاكي.
هنا بعد ما خلصت كمية الدوناتس حطيتها بقى في التلاجة عشان الشوكولاتة تجمد كده معايا. ولما تيجي تسيحي الشوكولاتة ما تحطيش اي حاجة عليها غير معلقة لبن بس عشان تفك معاكي. بدأت بقى هنا احط كمية الصلصة اللي انا عملتها معايا. انا بحط كمية صغيرة يعني حبة صغيرين في الكيس على قد الطبخة. يعني مثلا لو هعمل لوبيا او فاصوليا او بامية او اي حاجة فبيحتاج معايا كيس صغير كده. طبعا هي بقت صلصة مركزة يا بنات فما تكتريش منها عشان انت لسه هتزوديها شوربة. فما بزودش كمية الصلصة كده في الكيس، يعني بحط على قد احتياجي او على قد الطبخة اللي انا هعملها. هنا عملوا معايا كام كيس من الصغيرين وكيسين من الكبار. الكيسين الكبار دول هحطهم مثلا في محشي او مثلا في صينية بطاطس او مكرونة، يعني الاكلات اللي بتحتاج صلصة كتير. هنا بقى يا بنات كنت جايبه فراخ كده فقلت اما اشارككم ان انا بغسلها ازاي. تابعيني بقى في الطريقه دي وان شاء الله مش هتلاقي اي زفره موجوده عندك في الفراخ. هعمل معاكم خلطه كده تغسلي بيها الفراخ، خلطه جميله جدا واعتمديها دايما واستحاله هتلاقي تشم ريحه زفره موجوده فيها. هنا بدأت أول حاجة غسلت الفراخ من أي دم موجود فيه أو أي جلد زيادة بشيله أو أي حاجة مش لطيفة كده فيها ببدأ أن أنا أشيلها وبغسلها كويس جدا. أنا عندي وسواس بصراحة في غسيل الفراخ ده، لو أنا باكلها شميت ريحة زفرة ما باكلش الفراخ يعني، فبضطر ان انا اغسلها. بصوا كويس جدا كده، بغسلها كذا مرة لحد لما المية تبقى نضيفة معايا بعرف ان هي نطفت معايا. بصوا بشيل اي جلد زيادة او اي تجمعات من الدم دوت او الزلال اللي بيبقى موجود ما بين الجلد واللحم بشيله، وببدأ ان انا اغسلها كذا مرة. انا غسلتها اكتر من مرة يا بنات، وكل مرة بغسل الطبق كده عشان ايه احط فيه الفراخ وايه على نظافة كده، والحوض كمان بغسله اي طبق كده. بصوا هنا بدأت اغسلها تاني، هوريكم كده ان المية بقت شفافة معايا يعني ما بقاش فيها اي زفورة ولا اي حاجة موجودة عندي. بصوا المية بقت نظيفة ازاي، هوريكم دلوقتي اهي. بصوا المية بقت نظيفة خلاص، ما بقاش لونها في دم ولا في اي حاجة. هنا بقى بعمل الخلطة ازاي اللي انا بغسل بيها الفراخ. ببقى عاينة كده عندي برطمان كده بشيله عندي تحت الحوض، بحط فيه دقيق وجنزبيل بودرة وكمان ملح. بحط كمية الملح كتيرة كده هي وكمية الجنزبيل. بصوا برجه كده بخلطه كده مع بعضه. طبعا مش هستخدم الكمية دي كلها، بستخدم بس معلقة واحدة بس على كمية الفراخ اهي. بصوا المعلقة دي بس هتخلي لك الفراخ استحالة يبقى موجود فيها زفارة، مع الخل والليمون اللي احنا هنحطه فيها استحالة والله يا بنات تشموا اي ريحة زفارة يبقى موجود فيها. هسيبها بقى في الخلطة دي منقوعة حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة بقى هبدأ اغسلها تاني بقى من الدقيق والجنزبيل والملح اللي فيها دي، بغسلها برضو كويس جدا. بس اهم حاجة تسيبيها في الخلطة دي نص ساعة. انا بعمل الخلطة دي يا بنات واسيبها عندي اللي هي الجنزبيل والدقيق والملح عشان كل مرة ما اجي اغسل فراخ او سمك او اي حاجة موجود فيها زفارة بدل ما افتح بقى برطمان الدقيق وبرطمان الجنزبيل والملح وبهدل الدنيا كل مرة كده، لا يبقى البرطمان جاهز كده معايا في اي وقت استخدمه. هي معلقة واحدة بس كده يسهل معايا الموضوع يعني، معلقة واحدة واستحالة والله يا بنات هتشمي ريحة زفرة في الفراخ وهتنضف لك الفراخ كويس جدا. امشي بس بنفس الخطوات وهتشوفي النتيجة. اهم حاجة كتري الجنزبيل كده عشان الجنزبيل هو اللي بيشيل الزفارة والريحة اللي فيها والملح، وزودي كمان خل وليمون مع بعض. هنا بقى طلعت كده كيس لحمة متعصجة عندي، كان عندي لحمة مفرومة متعصجة جاهزة فكنت شايلها يعني، كان عندي كمية كبيرة فشلت الكمية دي. هي عليها بصل وعليها التوابل وعليها كل حاجة، فعشان بقى حسيت ان الكمية قليلة فزودتها فلفل. جبت كده فلفل الوان زي ما انتوا شايفين يا بنات وبدأت اقطعه صغير بالشكل ده. وخلاص دي هتبقى جاهزة معايا عشان هنعمل مع بعض صينية مكرونة بشاميل.
لو حابه بقى تزودي بهارات فيها او اي حاجه زودي، بس انا عندي اللحمه المفرومه كان عليها كل حاجه، كان عليها البهارات والملح والفلفل وكل حاجه. هنا بقى كنت عملت البشاميل، بس الفيديو ده اتمسح معايا. حطيت 5 معالق من السمنه عليهم 5 معالق دقيق. اول ما الدقيق كده بدأ اشم ريحته يعني ومع السمنه بقلبه، وبعدين بنزل بحوالي 1.5 كيلو من اللبن، وبعدين بحط ملح وفلفل بس. حابه تحطي رش من جوز الطيب حطي. وهنا خلاص المكرونه اتسلقت معايا. انا هنا بسلقها نص سوا، عشان لو سلقتها جامد ورجعت تاني سويناها في الفرن تاني هتتهري معايا. فانا بديها كده نص سلقه، والباقي التسويه بتاعتها بتبقى في الفرن. بضيف عليها كده ربع كمية البشاميل، وبقلبهم معاها يعني وهي سخنة كده. بضيف عليها بشاميل، هديها كده تقليبة. وبعدين بقى باقي كمية البشاميل بتاعتي، طبعا هو البشاميل لسه سخن، فلا اما بضيف عليه جبنة موتزاريلا، لا اما بضيف عليه بيض. فانا جبت كده بيضة، وبعدين بحط عليهم معلقتين من البشاميل عشان عايزة اديها نفس درجة حرارة البشاميل. ما ينفعش احطها على البشاميل وهو سخن على طول، هتتسلق معايا. فبديها كده معلقتين، وبعدين بقلب بقى على طول عشان البيض ما يتسلقش معايا بقى. هديله كده تقليبه سريعه. وبعدين هنبدأ بقى نحط مع بعض الصينية بتاعتي. لو ما عندكيش البيض او ما بتحبيش تحطي بيض كده على البشاميل، حطي جبنة موتزاريلا او ممكن تسيبيها كده كمان. هنا حطيت نص كمية المكرونة تحت. انا طبعا عارفة الصينية، المقدار الصينية بتاعتي بتاخد قد ايه، بتاخد حوالي 1.5 كيس من المكرونة، وبتاخد 1.5 كيلو لبن، وبتاخد كمان من ربع كيلو نص كيلو من اللحمة المفرومة. فانا بقى مع التكرار وكده عرفت المقادير الصينية بتاعتي بتاخد قد ايه. بنزل بقى باخر حاجة كمية البشاميل بتاعتي. احنا بنحب فيها طبعا البشاميل كتير، وكمان بنحب ناكلها وهي سخنة كده. حطيت بقى كمية البشاميل بتاعتي، وبعدين بدخلها بقى الفرن. يعني مش هتاخد نص ساعة معايا وهتلاقيها هتبقى جاهزة معاكي. شفتوا بغسل مواعين كتير ازاي دي كده يعني. اليوم كله مقضياه في المطبخ بصراحة، من البوتاجاز للمواعين، البوتاجاز للمواعين. فانا كده بحب اغسل المواعين اول باول عشان ما تكومش معايا، الاقي المواعين معايا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا بنات انا كنت برتاح شوية يعني لما عملت الدوناتس. ارتحت شوية، عملت كده كوباية كوفي ميكس كده وقعدت اشربها. بعد ما حطيت الدوناتس في التلاجة عشان عايزاها تبرد وعايزة الشوكولاتة تجمد فيها كده، قعدت بقى ارتحت شوية، وبعدين رجعت اكمل باقي الحاجة اللي ورايا، على بال برضو ما الصلصة بردت وكده. فقلت ارتاح شوية، كانت الصلصة بردت وكانت وكنت خلاص بدأت كمان في عمل المكرونه بتاعتي. بصوا لحد كده انا سايبه الحوض نضيف وكله تمام. هنا كان ازازه الزيت والخل فضيوا معايا، فقلت يلا خليني امليهم بالمره كده واحط كده كل حاجه مكانها. وكمان كانت علبه المناديل كانت خلصت معايا، فحطيت كده المناديل وكله تمام. وبدأنا بقى عشان الغدا بقى خلاص، احنا بنحب ناكلها وهي سخنه. لو المكرونه بردت معايا ما بتبقاش حلوه، ما بنحبش برضو سمكها يبقى تخين كده، لا يبقى معقول معانا. هنا بدأت خلاص طلعتها من الفرن، كانت استوت معايا. واللي اداها اللون الحلو ده البيض اللي احنا حطيناه، هو اللي اداها اللون الجميل بتاعنا ده. طلعتها بقى كده وبدأت نغرف الاكل وناكل. وبصوا هوريكم هنا البشاميل اللي معايا كتير ازاي، وكمية اللحمة كانت قليلة، بس والله كانت طعمها حلو جدا. زودنا طبعا الفلفل، ممكن تحطي مشروم، اي بقى حاجة انت بتحبيها زوديها كده وهتبقى حلوة ان شاء الله. بصوا هنا البشاميل كتير ازاي. واحلى حاجة تاكليها وهي سخنة، يعني لو بردت تقريبا المكرونة دي ما بتبقاش حلوة، البشاميل اللي بيجمد وما بتبقاش حلوة. طبعا دي المواعين اللي اتبقت معايا بعد الغدا، ما تخافوش مش هنغسلهم. غسلتهم انا بقى كده مع نفسي كده، وقعدت بقى ساعتين 3 كده بقى ارتاح شوية، وذاكرت مع الولاد وكتبنا الواجب وكده. وبعدين قمت بقى قلت خليني اغسل الفرن البوتاجاز، بقالي فترة كده ما غسلتوش. فكنت هنا بوريكم ان انا جايبة سيترس حلو جدا يا بنات للدهون.
فبحب ان انا يعني اعمل بيه لو الدهون صعبة كده، بحب ان انا اجيبه. فبدأت كده ارش السترس معايا، شلت الصينية والشبكة وبعدين رشيت كده من جوه. بصي الدهون بتنزل ازاي. بدأت كده بالسترس وحطيت صابون وبدأت ان انا اغسله كل فترة كده. بحب اغسل الفرن كده عشان الدهون ما تمسكش فيه، يعني كل مش على طول بصراحة يا بنات، بس هو كل فترة كده ببدأ ان انا اغسله عشان بعد كده الدهون هتبقى صعبة ومش هنعرف نغسلها. فبصوا بسيبه كده ربع ساعة، برشه واسيبه كده شوية وبعدين برجع تاني اغسله. غسلت خلاص الصاج بتاع الفرن والشبكة. فهنا بقى كان لوح الازاز اللي هو الداخلي ده كان برضو عليه دهون، ففكيته كده المسامير بتاعته وركنته برضو كده شوية، يعني ايه السترس رشيته عليه وسبته ركنته يعني شوية. وبعدين بقى غسلت الجزء ده كمان. الكلام ده بيبقى بيحتاج سلكة خشنة، يعني ما ينفعش تعمليه باللي هي الاسبونشة، لا سلكة خشنة كده وابدأي كده اغسليه، هتلاقي الدهون طلعت معاكي بكل سهولة. واديته كده كمان تلميعة كمان من بره كده. اهم حاجة بعد ما ترشي السترس سيبيه شوية، يعني سيبيه ربع ساعة كده ولا حاجة او 10 دقايق عشان يشيل الدهون اللي فيه. وبمية سخنة كده وابدأي اغسلي البوتاجاز بتاعك. بصوا بقى نضف ازاي وجميل ازاي. امشي بس كده اعملي بس اقصد بالمية السخنة والسترس وان شاء الله هينضف معاكي. بعد بقى ما غسلت البوتاجاز لقيت الدهون بقى نزلت منه على الارض وكده، فقلت خليني يلا اغسل الارض كده. انا بحب اغسل الارض يا بنات، لا اما بحط اوكسي اللي هو البودرة، لا اما بحط اللي هو كلوروكس اللي هو كلور الالوان، كلوروكس الالوان بحطه بينضف برضه، بس ما كانش عندي فاستخدمت اللي هو الاوكسي، كان ريحته جميله جدا. وغسلت يعني بيه الارضيه وخليها لي نضيفه جدا. رجعت هنا بقى كل حاجه مكانها وظبطت بقى المطبخ ورصيت كل حاجه مكانها. بصوا بقى دي بقى ايه النهايات الجميله بقى. خلصت كل حاجة وحتى رخامة المطبخ غسلتها، والبوتاجاز بقى من بره ومن جوه نضيف جدا. ولمعت كل حاجة موجودة عندي في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. وخلصنا الغدا واتغدينا في الوقت ده بقى كان الولاد خلاص ناموا. غسلت كمان الازايز بتاعة المدرسة. بصوا هنا كان عندي بقى شوية غسيل، قلت والله ما انا غسلاهم الا الصبح، خلاص جبت تعبت بقى خلاص بقى، قلت لا هغسلهم اول ما اصحى من النوم كده هبقى انشرهم. وغسلت الازايز بتاعه الولاد بتاعه المدرسه وسبتهم كده على المطبخ، وغسلت الحوض بتاعي والرخامه ولمعت كل حاجه. ده الفيديو بتاعي خلاص خلص يا بنات، يا رب يعجبكم، وما تنسوش بقى تدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو.